تتدخلي في اختيارات صحاب ابنك ولا تسيبيه يجرب ويلبس ويعرف الصح من الغلط؟ لو ابنك او بنتك المراهقين صاحبوا على ناس انتوا مش مرتاحين لهم خالص، هتمنعوهم يبقوا صحاب ولا هتسيبي لهم حق التجربه؟ المراهقين دايما بيعندوا، ما تعملش ده، لا هعمل، يمين لا شمال، شمال لا يمين، ما تصاحبش ده هيبقى انتيمي، وهكذا. المراهق مهما كان سنه صغير الا انه بيحس ان هو كبر خلاص، لسان حاله انا كبير كفايه، انا مش محتاج وصايه. هنا بقى الاب والام عليهم انه يستوعبوا حاله الطفل بنفسه وانه فعلا كبر. لو استوعبناهم واقنعناهم احسن ما نزعق ونقول هو كده، بيجوا هم يعملوا العكس من ورانا. الحل دائما وابدا نصاحبهم، وهزود عليها كمان نصاحب صحابهم اللي احنا مش مرتاحين ليهم. ده بالعكس كمان، ده انت تصاحب صحابهم اللي انت مش مرتاح لهم احسن بكتير من صحابهم الكويسين. ليه بقى؟ لما تصاحب صحاب ابنك او بنتك اللي انت مش مرتاح لهم هتقدر تعرف بيفكروا في ايه وايه مدى خطورة الصاحب ده على ولادك، وبالتالي مش هتبقى قلقان او مش هتتفاجئ بحاجة انت مش عامل حسابها. حاول بقدر الامكان ما توصلهمش احساس الاب والام الواصي عليهم، والبس صفات الصاحب الجدع، اضحك معاهم، اتجنن معاهم، احكي لهم يحكولك. ولما تبقوا صحاب جامد هتقدر تقعد مع ابنك في قعدة صفا تتكلموا في مميزات وعيوب الصاحب ده. وهنا بقى لو الصاحب فيه عيب فعلا، ابنك او بنتك بنفسهم هم اللي هيشاوروا عليه حتى لو انت ما تعرفش العيب ده لسه. وهنا تبقى انت ربيت ابنك وبنتك على اختيار الصاحب الصح، وحتى لو في صاحب معين عنده عيب كبير هيساعدوه انه يتخلص من العيب ده او يتجنبوا تأثيره السلبي عليهم. احكولي بقى في الكومنتات بتعملوا ايه في موضوع صاحب السوء ده. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك. يعني لازم نوصل لدرجة ان احنا بقينا صحاب جامد، عشرة بقى. تفندوا ايه تفندوا ايه؟ يا جدعان انا لو هبص على، انا عايزه اقول زي ما كنت بقولها هنا مش عارفه. ولا تسيبيه يجرب، واحده هقفل. اه تفصفصوا. لا بجد السكريبت صعب.